حاطط تخيل تشكيل رئاسي وحاطط فيه 9 منهم 5 6 لا تنطبق عليهم الشروط. كل قرارات الإيمان إنها تكون موضوع مريض كل موضوع مريض معلم على فقلت يا معالي الوزير ده خايف من القانون ولا لا؟ أنا مجاهد كان قدامي قرار من الاثنين يا إما أركان التطور وخارج القانون اللائحة يا إما أحافظ على الأمانة اللي ربنا سبحانه حلمني بيها وأرفض هذا القرار وأحمي قصدي وأحمي تنظيمي وأحمي بلد من هذا الإيه؟ الانتصار المعقول اللي بيهجم على كل المؤسسات والهيئات الدولة. فاخترت الاختيار الثاني وأن أحترم القانون وأحترم نفسي وأحترم شرف نيتي تمام وأرفض هذا الحق بالرغم من أنا محطوط فيه رئيس النقابة وبناء عليه بدأت حرب زي ما حضرتك شايف من الثلاث المضافة على ده مش موضوع الدواء موضوع الطعن المبني على الفراش في التعيين اللي سبب بالمسلسل لنص القانون 97 لسنة 2013. المادة 42 يا ريس بعد تعديلها بالقانون 97 قالت صراحة قالت مستقبل قالت إذا كان محل أخذ عضو هو ده المشكلة كلها. معلم احنا بس قبل ما نفهم بس أسأل احنا معلم مؤسسين ان احنا بنشيل على المؤخرة احنا امام قرار لا يعبر الا عن انه قرار انتقامي خرج عن اطار المشروعيه هذا عن الهدف ده جديد معالي المستشار انا دايما بقول جديد معالي المستشار احنا اجمل فيها يعني اكمل بس كلامي معالي المستشار طبعا في النهارده ما يؤكد اننا امام قرار انتقامي جواب من اللجنه النقابيه الجديده المشكله من الوزير طبقا لقرار 90 بتقول لرئيس شركه عجيبه التي يعمل بها الاستاذ محمد سعفان ده بقى عضو عادي في اللجنه النقابيه نكلوا بيه خلوه له حضور وانصراف ملوش تفرغ نقابي هذا الرجل ينبغي ان يعامل معامله خاصه ورد عليهم رئيس الشركه قال لهم انا نفذت تعليماتكم من بكره محمد سعفان هيجي وانا اديت له امر من الشركه لان ببساطه شديده الامر صار كما هو مخطط فيه وزير اخوان رئيس هيئه من الاخوان لم يكن لهم اي علاقه بقطاع البترول ولازم تبقى النقابه العماليه التي تمثل هؤلاء العاملين من الاخوان حتى نكون امام مأزق. احنا امام مأزق معالي المستشار اللي ورايا دول بيلوذوا بالله سبحانه وتعالى وخلع الوطن وسيف خلع الوطن حضراتكم وسيف الوطن الجيش. احنا بنظهر الى الله وبندعو الى الله ان تحموا هذه المؤسسه من الانهيار. حصل مجلس سنه عشان تمهد الارض للانتخابات القادمه التشريعيه. ضحكا لهذا الكلام المرسل الذي لا علاقه بالكلام القانوني انا اخترت بتقديم الجلسه اللي فاتت معايا الدكتوره كانت 12/5 هذا الجواب بتاريخ 14/5 صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات اتحدث فيه ان الميزانيه من شهر 6 2012 لم تستطاع ان تراجع بسبب اهمال النقابه السابقه ويستوجب على الاتحاد اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتمكين المجلس الجديد من استلام كافه المستندات والاوراق والماليات التي استولي عليها بغير حق. جهاز الحواشي
16 14/5 لازم يكون في حسابات يضبط هذا الكلام الغير قانوني الذي يتحدث في خيالات لازم ارد على هنا احنا امام الدراسه حتى مختار نتحدث عن قرار اداري هل هو مخالف للقانون ام غير مخالف للقانون. احنا حدها للحكم الامر جاد وخطير. الحظ عن المستهلك الثاني دفع عظم قبول الدعوة بالنسبة لتفصيل صفر مصلحة كالمستهلك وطلب أجل الاطلاع على المستندات يا ريس عمو موقع ريس موقع العدل الله الشكر العالم الشكر شكرا يا ريس ماشي معدلة ولا مش معدلة؟ معدلة من الجهة الأعلى وتعتمد من الوزير المختص اللي هو الجهة الأعلى عندي الاتحاد العام والاتحاد العام 23 من قطاع عام. الموقع بتاعهم ده كان بايظ قول لي عليه انه بايظ هم 23 قاطع انا اقرر شيء. انا مش هتفق معاك على لا انا مش هتفق معاك. طب انا بلاش رئيس الاسكان اقرر شيء. احنا بنتكلم في اللجنه المؤقته. اذا بحكم اللزوم ان المجلس النقابه العامه للعاملين بالبترول انحلت قوه القانون وفقا لماده 43. في الحاله دي في الحاله دي تستطيع المشرع اداني احد امرين. يا اما انا كمنظمه اعلى اتولى صوت المجلس المنحل لقوه القانون يعمل او اشكل لجنه مؤقته بشكل مجلس اداره. دي لجنه تدير بصفه مؤقته شؤون التنظيم النقابي. اللجنه دي المشرع ما ادهاش او ما حصلهاش نصاب قانوني لا يشمل الماده 37 من القانون الفقره الثانيه بتقول الجمعيه العموميه للنقابه العامه. الماده 37 فقره 2 الجمعيه العموميه للنقابه العامه تمتلك مجلس الاداره من عدد يتكون من 11 عضو الى 21 عضو. ده المجلس الاداره المنتخب. اما اللجنه المؤقته في الرئيس المشرع النهائي هو يكمل مع المشرع لو سمحت. هو يكمل مع المشرع لو سمحت. الماده 38 من لائحه النظام الاساسي اللي بتقول ايه؟ لائحه عيشه. المادة المنشورة أيام السيدة عائشة عبد المنشورة في الوقائع المصرية بتقول إن مجلس إدارة النقابة العامة من عدد لا يقل عن 11 ولا يزيد عن 21 عضو. إذا بنتكلم العدد المطابق لقانون مجلس الإدارة لمجلس الإدارة من 11 ل 21. أما اللجنة المؤقتة اللي بيشكلها الاتحاد دي لجنة طبيعتها مؤقتة لمدة 6 شهور والحين إجراء الانتخابات. ماشي؟ حاجة صغيرة معانا في الشرع.
مسألة ال 23 نقابة مش متعلقة بالفرق. لا ماليش دعوة. على فكرة رئيس الاتحاد يكون 23 السر بتاع العدد. لا ما بص يا ريس، ما المشرع ما حطلهوش سقف لحد ادنى ومرتبط. اتحاد العمال اكثر 24 نقابة مش 23. اتحاد العمال 24 نقابة. مين اللي 24 نقابة؟ انا بقول الكابتن الموقع بتاعكم بايظ بقى، يعني الموقع بتاعكم بايظ بتاع الاتحاد. ممكن 24 هي كام؟ 24 يفتح النقابة العامة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك. النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك. 24 هي ابراهيم. لا اصل ما لها علاقة باللجنة الموقعة. الاول الاستاذ بيقول ان هم 24 نقابة عامة، صح ولا لا غلط؟ الاول ده الرقم صح ولا غلط؟ 24 الرقم ده صح ولا غلط؟ الاول انا سؤالي على الرقم ده. احنا انا عارف والله اللي والله جبت قرار المدارك الخاص بالنقابة 24. يا ريس اعمل ده عندي اهو، اعمل ده عندي النقابة 24 نقابة. هو احنا قرارات ده مشوار 24 نقابة مالهاش علاقة بالبتاع المالي. هو العمل نعمل ده 24 يعني 24 يعني لازم من اللجنه تكون النقاب بتاعها هو شرط المجلس، والا احنا وضعنا هذا النقاب يعني بصوره عبثيه. يعني احنا بنحط النقاب في مجلس اداره منتخب يختلف عن اللجنه باي طريقه. يعني ازاي احنا نوجد للجنه معينه عدد اكبر من عدد اعضاء المنتخبين؟ شروط الترشيح تختلف. شروط الترشيح لمجلس الإدارة تختلف عن اللجنة بصفة مؤقتة لإدارة نشاط لمدة 6 شهور. الاتحاد لجنة بقى سنة، هو المادة بقى سنة. على فكرة طلع قرار معالي المستشار الجليل بمد الفترة لمدة سنة. الاتحاد لجنة. احنا عايزين فترة بعد القرار. الاتحاد لجنة دعواتنا ان هو اصلا نقابه مستقله، وان النقابات المستقله لم يصدر لها قانون يوقفها. صح من الاتفاقيات. اكمل بس لا هو بس في نقطة في نقطة مهمة جدا بلزم عليك. مسألة انسحاب مين اللي يقول انسحب؟ جمعية عمومية بيه. هو ده مع المشاركة. هو انا بتفرض علينا مع المشاركة المجلس المدعي في المذكرة اللي قدمها في جلسة اليوم يا معالي المستشار بيقول ان مجلسي اصبح 10، والمجلس طالما اصبح 10 اصبح منحلا بقوة القانون ولا يجوز له الانعقاد ولا ليس له نصاب قانون الانعقاد. المادة 42 هي واضحة. المادة 42 تستكمل، هو ما استكملش لانه جاهر بالعداء. احنا اساسا المستشار الجليل الموضوع اصبح واضحا وجليا واحنا محتاجين قرار. يا بيه ده المشار في مستندات تقدمه في جلسة اليوم 26 ساعة. يعني في حب اليوم انا ثابت طالب الصراحه عليه معالي المستشار الجليل. يا ريت معالي المستشار العمال بتغلي والله يا بيه من النظام غلط. بعدين انت عارف كل واحد من اللي ورايا دول ممثل 12 رئيس نقابه قطاع عام حضرتك اكتر من 30,000 عامل بيغلوا يا بيه عشان الناس اختارت ناس بمزاج. واحد ليه دوره نقابيه يمسك رئيس نقابه ازاي ولا دورتين؟ ما يعرفش يحل مشكله سعادتك. ماشي يا بيه اتفضل سعادتك. رجعنا القضاء يا بيه العداله يا بيه. احنا عايزين العداله بس. ماشي يا بيه اتفضل يا بيه. ده التماس حر من كل الموجودين. هنشتغل ازاي عشان نشتغل يا بيه يا بيه عشان نشتغل بالاطلاع على حضرة النهارده ومشكلات ورد عليها. اطلع على المستندات قدمت النهارده في حضرة قدمت النهارده اطلع عليها ومذكرات ورد على الشرح. احنا لو قعدنا وكده هنعمل نقدم ونرد في حضرة احنا كنا محتاجين ان الموضوع النهارده الشق المستعجل المفروض يحضر فيه الموضوع اكتر من الموضوع يعني لو طلع الحظ مذكرات
والله احنا تعبنا واحنا يعني الفتره اللي فاتت الناس بتغلى فيه والله في غليان والله. فعلا ان يكون ثواني يا جماعه ثواني، انا عارف ان انتوا تعبانين وسياده المستشار شايف ده قدامه. حتى لو كانوا يا اخوان كمان ده شق مستعجل معالي المستشار، يعني ده حضرتك يتم التحسس والتلمس من ظهر الورق. لا يا باشا لا يا بيه عجل لا يا بيه لا يا بيه عجل لا يا بيه لا. والله لو عايز تقول اكتبه. لا احنا عايزين عدالة بيه مش عايزين عدالة كده. اللي تشوفه سعادتك يعني احنا. انا عارف انت عايز الجمله اللي اتقالت دي والله. وانت مصر العالم بقى لا انا مش فاكر هم يمكن 12 5 يمكن كان قبلهم الحاجات لا انا كان عارف ان الحافظه قدمت النهارده من المنتهى الحافظة بتاعتنا فين؟ حافظه قدمت دلوقتي؟ ايوه في حاجات مش موجودة. محمد بن 26 جواب من النقابه اللي هم اللجنه المعينه الشركه اللي فيها الاستاذ محمد بينكلوا بيه، ردت الشركه قالوا احنا جاهزين هننكل بيه. ده اللي حصل في ينفع طبعا عندك عمل في كده يعني ينفع والله يعني حرام والله. يعني بيتكلم كلام قانوني كلام قانوني والله بالصدق سعادتك مستشعر وكل مبسوط. الاطلاع يا فندم على المحافظه والمحافظه ما قرار ده. نروسانا قوات يا بيه نروسانا قوات يا بيه احنا ما جبناش عمال يا بيه لا بتوشوشني ليه؟ رؤسانا قوات يا بيه عيب عيب حد يوشوشني خلاص معلش هو يا جماعه خلاص هو الحكم برضه هيطلع في نفس التاريخ اللي انا عاوزه، انما العمليه كلها علشان يبقى خدوا حقهم في الاطلاع، لان هم لو قدموا مستندات هتيجوا نفسهم. انا اطلع على معلش مش رجالهم لا الله هيك بس هي لم يصدر لها قانون ده عايزه مذكرات